اللي قدامك ده اسمه تامر، اتحكم عليه امبارح بالإعدام بعد ما اترفض حكم الطعن اللي كان مقدمه. قصة تامر إن هو كان مسافر قطر في 2023، الوقت اللي اتعمل فيه بطولة كأس العالم في قطر. وتامر أصلا ما كانش رايح علشان يشجع كورة، لأن هو أصلا ملهوش في الكورة. تامر كان رايح يدور على شغل، بس ما دخلش بطريقة شرعية، دخل بشكل غير قانوني. قال هحضر كأس العالم، وبعد ما كأس العالم يخلص يكسر فيزا ويفضل موجود جوه قطر ويتعامل بقى ويدور على شغل، علشان يتفاجئ ان قطر بلد منظمه مفيش العشوائيه اللي هو كان متخيلها. وجي يدور على شغل لقى كل البيبان مقفوله لانه داخل بشكل غير قانوني. تامر القرشين اللي كانوا معاه كانوا خلصوا، انسان مشرد ومرمي في الشارع. قطر ما فيهاش عشوائيه، ولكن كان تامر بيعرف يتدارى ويستخبى كويس من الشرطه علشان يعرف ينام في الشارع. وفي يوم قابلوا 3 اشخاص مصريين زيه، هم علي وجمعه، 2 اخوات، ومعاهم صاحبهم عبد السلام. يعرفوا ان تامر مصري وعرفوا منه كل الظروف اللي هو مر بيها، وقرروا يساعدوه، فخدوه معاهم السكن، الشقه اللي هم عايشين فيها. علي وجمعه وعبد السلام كانوا عايشين في قطر كويس جدا، حالتهم الماديه كويسه، فخدوا تامر معاهم علشان يساعدوه، وجابوا له لبس عشان يغير مكان اللبس اللي كان قاعد بيه في الشارع، وخلوه دخل خد دش وادوله فلوس عشان يكون معاه الحريه انه يتحرك، ما يحسش ان هو غريب او ما يحسش ان هو مقيد. دي كده اول حاجه عملوها معاه ال3 شباب. الموضوع ما وقفش لحد هنا، قرروا ان هم يساعدوه يدوروا له على شغل. تامر كان مبلط سيراميك، فدوروا له على شغل مع مقاولين علشان يشتغل في السيراميك. كل لما يروح يشتغل يقعد يوم او يومين ويرجع يشتكي ان الشغل تقيل وان صاحب الشغل بيحمل عليه جامد قوي في الشغل، فيسيب الشغل ويدوروا له تاني على شغل، وهكذا. طبعا هو قاعد بياكل في قته محلوله، عايش معاهم في الشقه، قاعد في التكييف، فلوس بيصرف منها، واكل وشارب والامور زي الفل. يشتغل ليه؟ اكيد لا، مش هيشتغل. والموضوع لما اتكرر كتير، فكل لما يجيبوا له شغل ما يعرفش يكمل فيه يوم او يومين، علشان يقول لهم خلاص انا نويت ان انا ارجع لمصر تاني. فراحوا حجزوا له تذكره طيران، وجابوا له هدايا علشان يخش بيها على اهله وما يرجعش ايده فاضيه ولا مكسور الخاطر. وعملوا له ظرف وحطوا له كمان فيه فلوس، يعني عداهم العيب وازح زي ما بيقولوا. طب ياخد الحاجات دي ويمشي؟ ابدا. يعمل ايه؟ ينزل صيدليه ويروح يشتري منها مخدر. اليوم اللي كان المفروض هيسافر فيه كان علي وجمعه هم اللي قاعدين معاه في الشقه، فراح عمل لهم عصير وحط لهم فيه مخدر علشان يشربوه، على امل منه ان هم يناموا، فيسرق منهم موبايلاتهم وفلوسهم وكل اللي يقدر يطولوا منهم. وفعلا حط لهم المخدر في العصير وادالهم العصير، بس المخدر ما كانش قوي فما اثرش معاهم قوي. فوهو بياخد منهم التليفونات وبيلم منهم الحاجه اللي معاهم، حسوا بيه، راح جاب سكينه حرهم وخلص عليهم، وكمل عادي خالص في اللم بتاع الحاجه اللي كان بيلمها. وهو خارج من الشقه دخل عبد السلام علشان تامر يتدرى منه، واول ما يدخل عبد السلام الشقه تامر جاب سكينه وغزل تامر في ظهره الميت، وخد الحاجه وكان فاكر انه هيقدر يخرج من قطر بالسهوله اللي كان هو متخيلها، وتم القبض عليه. امبارح بس كان اتحكم عليه الحكم النهائي بالاعدام. قول لي رايك في التعليقات. السلام عليكم.